يا أهلا وسهلا بالجميع. وصفتنا اليوم مدفون الدجاج، من ألذ وصفات الرز اللي ممكن تجربونها. في البداية أجهز تتبيلة الدجاج، بهارات وملح ومعجون طماطم وعصير ليمون وزيت الزيتون. وهنا عندي الدجاج بعد ما غسلته بالملح والليمون. أتبل الدجاج زين من كل الجهات وأغطيه لمدة ساعتين. بالقدر حطيت ربع كوب زيت وأنزل عليه الدجاج المتبل، أقلب على كل جهة تقريبا مدة دقيقتين. لما يتحمر معاي وياخذ هذا اللون أرفعه من الزيت وأخليه على جنب. وبنفس القدر أرتب الخضار. عندي هنا حلقات من الطماطم والبصل والفلفل الرومي الملون، وكمان أضفت فلفل حار وأضفت بطاطس مقطعة شرائح عريضة. أرجع فوقها الدجاج بهذا الشكل، وعلى نفس التتبيلة أضفت شوية موية وصبيتها فوقها، غطيت القدر وخليتها لمدة 25 دقيقة. واستخدمت بالوصفة رز بنجابي المهيدب بسمتي أبيض هندي لذيذ جدا وحبته نظيفة. طبعا غسلته ونقعته لمدة ربع ساعة. بعد كذا سلقته مع البهارات الصحيحة والملح وشوية زيت وغطيته لما يستوي 3/4 استواء. وهنا عندي الدجاج بعد ما استوى تماما، تبارك الرحمن الريحة خرافية. أشخل عليها الرز وأصب عليها منقوع الزعفران وأغطي القدر لمدة نص ساعة وبس. الوصفة كذا صارت جاهزة. استوى الرز وتبارك الرحمن. شوفوا معاي كيف الرز نثري يفتح النفس. قلبته بصحن التقديم وهذا الشكل النهائي لمدفونة الدجاج. أتمنى تجربونها ومتأكدة بتعجبكم بإذن الله. الدجاج مستوي وذايب وتبارك الرحمن، النكهات مع بعض شيء مو طبيعي. جربوها ووروني تطبيقاتكم.